بقول لك ايه، ما تيجي ننزل نجيب حاجه؟ ننزل فين يا عم؟ احنا قاعدين. نجيب حاجه كده بس من على اخر الشارع ونيجي. ماشي، يلا. يلا بينا. شايف احنا رايحين فين؟ يا ابني ما قلت لك هروح اجيب حاجه من على اخر الشارع ونيجي على طول. في ايه؟ ايوه، حاجه ايه يعني؟ اسكور بس. ايه؟ هتسكور؟ يا ابني ما انا قلت لك ان انا مبطل، وبعدين انت مش قايل لي ان انت كمان بطلت؟ طبطين يا دول، انت بتصدق الكلام ده؟ وبعدين يا ابني واحنا بنشم دول سيجارتين كده على الطاير، يعني في ايه مالك يا عم؟ يلا يلا. لا، ما انت ما تعرفش الموضوع وصل معايا لحد فين. بقول لك ايه، يلا نرجع، انا مش رايح معاك في حته. يا اسطى انت فاكر ان انا مبسوط باللي انا بعمله ده يعني؟ بس انا لو ما فصلتش اصلا دماغي اليومين دول هتجنن من اللي بيحصل لي في حياتي. في ايه يا دولا مالك؟ وبعدين بعد ما تفصل، ما انت هترجع تاني لأم حياتك والأم الحاجات اللي انت عايز تفصل منها هتتحل كده يعني. بقول لك ايه، يلا نرجع بدل ما والله العظيم ما اعرفك تاني. يا عم براحتك. خلاص ما تزعلش مني يا صاحبي. اوعدك ان انا كمان هبطل والله العظيم في اقرب وقت. خلاص مش هذكر ولا هتزفت، لو عايزنا نرجع نرجع عادي. ايوه كده يا ابني، ده انا خايف عليك والله، ده عشان مصلحتك. ماشي. طب بقول لك ايه، تعال نروح نقعد على القهوه نضرب حجرين، اظن دي ما فيهاش حاجه بقى. هو اي دخان وخلاص. يا عم يلا بينا، هو ده اخف من الارض. ماشي. تعالى بقى القهوه كده.